بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. زهقت من طرق الفراخ العادية، سلق والتحمير وكمان خلطات المشاوي كتير، وبيقولك ايه حطي صويا صوص، لا زبادي، لا دبس الرمان، لا أنا هعمل لك تتبيلة في منتهى الجمال لأحلى وأجمل فراخ مشوية. بجد كل اللي داخل من باب الشقة هيشم ريحة نفس عميق ويقولك ايه الريحة الجميلة دي. الكل هيشكرك معاه، الكل هيشكرك عليه. انا دودو من المنصوره، يا ريت تكتبي لي تعليق حلو كده منك وتشتركي في قناتي وقولي لي انت بتتابعيني من اي بلد، وخدي جوله بسيطه في قناتي المتواضعه ان شاء الله تستفيدي معايا. عندك على القناه اكتر من طريقه مختلفه لوصفات الفراخ للناس كتير اللي بتحتار فيها. تعالوا نصلي على النبي ونخش نشوف كده التتبيله بتاعتنا ازاي، عباره عن ايه. معايا هنا قرن فلفل اخضر مشبح جميل قوي 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 يا سيدي عليه، لما تلاقيه في السوق بيشتري منه. معايا نص قرن فلفل كده من الاحمر اللي هو الفلفل الالوان، حبيتين من الطماطم، حبيتين من البصل، وثلاث فصوص من الثوم. عايزه اقول لك التتبيله دي في منتهى الجمال كده، وراك كده تاكليها كده في الف هنا وشفا، كل هيشكرك عليه. هنضيف كل المكونات دي في شفشق الخلاط مع شويه صغيرين من الميه عشان خاطر الشفشق يلف ويدور، وبعد كده هتنزلي كده فيهم في قلب بالاستكايه. وتعالي نشوف ايه هي البهارات اللي هنضيفها عليه، اللي تخلي لك الوراك بتاعتك او الفراخ بتاعتك على حسب ما انت تستخدميها هيطلع طعمها حلو. اللهم صل على النبي، زيدوا النبي صلاه يا جماعه. معايا معلقه كبيره هنا من الملح، الفرخه بتاخد معلقه كبيره من الملح، بس انا معايا هنا 5 وراك كبار هضيف لهم بردك معلقه كبيره من الملح. هضيف هنا نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. كل البهارات دي او كل التوابل دي انا هكتب لك الطريقه والتحضير في قلب صندوق الوصف. وضفت هنا كمان نص معلقه صغيره من القرفه، وهضيف كمان نص معلقه صغيره من البربك اللهم صل على النبي، اللي هي البابريكا. وهضيف كمان هنا معلقه صغيره بقى من الكركم، ومعلقه صغيره من الكاري، ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ. طب عايزين نلاقي لون حلو كده وجميل يزغزغ كده العين، وتبقى لونها حلو، التتبيله بتاعتها شكلها حلو وجديد ومختلف، وبيبقى شكلها كده جميل. كل اللي يشوفها كده هو دون المكون اللي معايا اللي هو ايه، اللهم صل على النبي، اسمه ايه اللي لونه اصفر ده يا جماعه؟ والله انا كنت فاكراه الزعفران. دون بتجيبيه من عند العطار، بيدي لون حلو قوي للمشاوي، بجد بيبقى مخليها كده لونها حلو زي ما انت هتشوفيها كده معايا. هنضيف هنا معلقه كبيره من الزيت، وكمان معلقتين كبار من الخل، وهعصر ليمون. التتبيله دي انا اكتبها لك في صندوق الوصف والبهارات اللي انا ضفتها. صلوا على النبي يا جماعه وزيدوا النبي صلاه. واللي لسه ما اشتركش في قناه دودو يا ريت يشترك معايا، ان شاء الله هتعجبكم، فيها وصفات كتير ومختلفه للفراخ واكلات كتير قوي كمان موجوده على القناه. اشتركوا انتوا بس فيها وخدوا ايه وصفه ايه جوله كده بسيطه على القناه. شايفه شكل التتبيله يا سيدي يا سيدي؟ والله العظيم ريحتها كده جميله والواحد يهون عليه يغمسها كده حاف كده بالعيش، بجد حلوه قوي قوي قوي. شايفه شكلها كان عامل ازاي؟ معايا هنا الاوراق غسلتها كويس جدا جدا، وبعد كده عملت فيها فتحات زي ما انا وريتك كده. وطبعا ايه فرغت كده بين الجلد وبين اللحم، وشلت الماده اللزجه او السائل اللزج اللي بيبقى بين الاوراق دي. لازم ضروري ضروري ان انت تشيليه عشان هو اللي بيزفر الفراخ. جبت هنا الصينيه اللي انا هدخلها الفرن على طول، يعني مش هتتبلي في وعايه تانية والكلام دون، لا، في نفس الصينيه اللي انت هتدخلها الفرن هتبداي تتبلي الاوراق كويس قوي، تدخلي كده في قلب الفتحات بتاعه التتبيله عشان خاطر تتطعم وتتشرب. وبعد كده بغطيها وادخلها التلاجة من 4 ساعات ل5 ساعات او 6 ساعات. ويا سلام بقى لو انت سبتيها في التتبيله ليله كامله، بجد تغلب انها احلى واجمل طعم. وبقيت التتبيله نزلته كده على الوش كده زي ما انت شايفه اهون، وبيديك الحلوه الجميله يا ست الكل. تبداي تتبلي كده الايه الاوراق او الفرخه بالطريقه اللي انت شايفه. شايفه لونها عامل ازاي؟ اللون الاصفر دون بيخلي طعمها حلو برده وشكلها حلو وحاجه جديده كده الزغل العين ضيوفك وولادك طبعا ان شاء الله. تعالي بقى نشوفها بعد ما طلعت من الفرن. طبعا انا هقول لك ازاي انت بتسويها. اللهم صل على النبي، زيدوا النبي صلاه يا جماعه. اول حاجه نديتها غلوتين، يعني غلوه على البوتاجاز، سبتها 10 دقايق على النار عاليه كده على البوتاجاز وهي متغطيه بورق الالومنتال. وبعد كده هي بقى بتنزل كل الميه اللي فيها مع الميه بتاعت التتبيله. اوعي تضيفي لها اي ميه. غلت غلوتين على البوتاجاز، وبعد كده قمت شايره الورق الفويل وقمت حطها فين في قلب الفرن على الصاج اللي تحته خالص كده في قلب نص الفرن. ولعت عليها من تحت. اول ما تبدا الاوراق تفصل معاكي كده اللحم والعظم ويبان كده زي ما انت شايفه بالطريقه دي كده، انت تعرفي وتضمني ان هي خلاص استوت وما يكونش فيها اي دم. قمت مولعه عليها الشوايه من فوق، احمرت وبقت بنفس اللون اللي انت جامد ده. جبت فحمايه بقى ولعتها وشمي بقى. شوف انا بهوى عليكم بهوى عليك ريحه الفحم عشان تشمي. جربيها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبك وطعمها حلو قوي قوي قوي. اشوفه في فيديو جديد ان شاء الله. اوعي تنسي تشترك في القناه وتعملي لايك للفيديو.